السلام عليكم، كي دايرين؟ هانيه لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنىكم اختي كلكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. فيديو اختي جديد في نهار جديد. قولوا لي في التعليق اختي الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات. نبقى دائما نتقاسم معكم روتينات، نتقاسم معكم اختي شهيوات. انا اختي كنبغي اليوميات ديال القناه او الفيديوهات اللي كنحط لكم يكونوا اختي متنوعين، يعني كل مره نحط لكم حاجه. عندي بزاف ديال الافكار ان شاء الله ناويه نبقى نحط لكم اختي فيديوهات، غنبقى نصور انا، غادي يكونوا معايا حتى بنات اختي، غنبقى نديروا تحديات، نديروا بزاف ديال الحوايج اللي زوينين باش اختي تكون قناه اللي متنوعه وما تملوش ما تقنطوش. واخا انا كيعجبوني صراحه فيديوهات بحال هكذا، كيكون روتين، كيكون تشجيع بزاف. شحال من وحده اختي كتكون عكزانه في دارها، ما فيها اختي اللي شقه، ما فيها اللي يدير حتى شي حاجه، كتشوف بحال هكذا فيديوهات اللي زوينين، فيديوهات اللي كيكونوا تحفيزيين، يعني كتكون فيهم بزاف ديال الطاقه الايجابيه. كتنوض كتخمل حتى هي، كتنوض اختي تسيق، كتنوض تتبغي. انا كتعجبني المراه اللي كتبغي تعاند، يعني تشوف شي حاجه عند شي وحده وتعجبها تمشي تاخذ بحالها. هذيك اختي راه ماشي غيره، راه كيقول لك عندني وما تغيرش مني. نوض حتى هي تتكافح تقاتل. هذا الشيء اختي اللي كيعجبني، انا كيعجبوني العيالات المكافحات اللي عزيز عليهم اختي يقاتلوا، عزيز عليهم اختي يحطوا اهداف بين عينيهم ويوصلوا ليهم. انا كيعجبوني الصراحه بحال هاد العيالات وكنحييهم. اما اختي دوك العيالات اللي غير جالسين وشادين التليفون غير كيتشرجوا فيك، هي اختي كتفرجي فيا، ولكن راه خاصك تستافدي مني. خاصك تنتيا تنوضي اختي وتشمري على دراعك وتكافحي وتقاتلي، حيت ما كايناش شي حاجه كتجي بالساهل في هاد الدنيا، ما كاينه حتى شي حاجه كتجي بكل بساطه. راه خاصك اختي تنوضي، خاصك اختي تحيدي منك العجز. اول حاجه خاصك اختي تقاتلي على قبل راسك. الا كانوا عندك شي وليدات حتى هما، وبالرغم من انك ماشي كنقول لك راه تخدي الابره مني حيت انا زعما مطلقه، لا بالعكس اختي، خاصك تكوني ولو تكوني ام وتكوني زوجه، خاصك تنوضي وتعولي على راسك. راه حتى لين هتبقاي تعولي على واحد الراجل، راه هذاك الراجل ما غاديش يوفر لك كل شيء في الحياه، راه ضروري كاين الخصاص. ويني اختي علاش ما تكافحيش حتى نتيا؟ كاينين الناس اللي ما شاء الله كنشوف عيالات دايرين مشاريع غير من ديورهم، خدامين على راسهم غير من ديورهم. كتلقايهم اما كيخدموا في الراندا او لا اللي عندها شي صنعه هكذا في ايديها كتستغلها. كاينين عيالات ما شاء الله خياطات، كاين الناس اللي غير من وسط دارها كتجيب هكذا السلعه وكتعاود فيها البيع. انا من الناس اللي كنجيب السلعه وكنعاود فيها البيع بثمن مناسب، اللي كنحس بالناس هما اللي ما فحالهمش. حتى انا كنت واحد الفتره اللي كيكون ما عنديش وكنبغي شي حاجه وكنمشي كنخرج للسوق وكنتلقاها غاليه، هذاك الشيء باش كنشوف انا الاثمنه اللي كاينين في السوق كنحاول ما امكن انني نجيب شي حاجه اللي مختلفه على داك الشيء اللي كاين برا، وفي نفس الوقت شي حاجه اختي اللي تكون بثمن مناسب، شي حاجه اللي ما غاديش نغلي على الناس. بما عاوتاني كتجمعي واحد البركه وكتقولي علاش لا ما نديرش عاوتاني انا كاع محل ديالي ونفرشو كيف بغيت ونقادو كيف بغيت بالديزاين اللي بغيت انا. هكذا اختي انا العيالات اللي كيعجبوني الصراحه ما نكذبش عليكم كيعجبوني الناس. كاينين عيالات اللي دايرين مشاريع هكذا كيبيعوا تبريمات، كيبيعوا منتوجات خاصه بالعنايه ديال الوجه، عنايه بالجسم بحال هكذاك. عاوتاني راه كيكونوا مستغلين، واخا جالسه في الدار بالرغم انك كاع تقدري تكوني مزوجه، راجلك ما يخليكش مثلا تخدمي على برا، جالسه غير في دارك وكتخدمي خدمه زوينه، كتجيبي هكذا اما موينات. كاينين عيالات اللي كيجيبوا معن وكيعاودوا فيهم البيع، كاين عيالات اللي كيجيبوا كيف ما قلت لكم حوايج، كاين ناس اللي كيجيبوا عبايات. كل وحده شنو كدير مقاتله من قلب دارها. انا ما كنقولكش اختي خرجي برا وتزاحمي مع الرجال وديري، لا، غير من دارك وديري شي مشروع باش تعاوني راسك. انا البنات انا صراحه الضره عندي نقيه، راه ما كاينه لا غبره لا حتى شي حاجه. غير انا دابا هاد الايامات اللي برد الحال وكنت دايره واحد الكوفر اللي رقيق على الناموسيه، اللي قلت نبدلو اختي وندير شي حاجه غليظه، حيت انا عندي الفوق كله داير بالشراج، ما عرفتي راه كيكون واحد البرد بالليل ما يمكنش. هذاك الشيء باش نتا البنات بدلت الكوفر اللي ديال الناموسيه، هذاك الكوفر اللي راه ديجا كان عندي صافي مسحت الغبره. شي حاجه قليله دوزت عليها وشطبت البيت صافي، يعني ما كانش عندي شي تماره. حتى الدار البنات نقيه، انا يلاه مخمله. هاد البيت اختي ديال ولدي ما كايناش فيه ما حتى شي حاجه، وديما عندي مرون ما عرفتش علاش. كندخل غير الا بدلت له فيه ولا هكذا دخل كيدخل يبقى يلعب مع. خدات له الوالده ديالي واحد الطوموبيل، عرفتي كاع النهار هو قالب لنا راسنا بها، كيمشي كيجيبها عنده كتعجبو يلعب بهاد الطوموبيل اللي خدات له ماما. وبهذاك العود كاع راه كاع النهار هو كيتعلم هكذا يطلع فوق منه وكيطيح. بغيت نسول حتى الامهات اللي الوليدات ديالهم في اللاج ديال ولدي، واش وليداتكم بداو كيتمشوا ولا مازال؟ انا صراحه ولدي مازال ما كيتمشاش ليا،
كيوقف هكذا على السداري صافي. اما باش يتمشى مازال ما كيتمشاش الصراحه، والله الا خلعتني. يعني شفت كاع الامهات اللي تقريبا الوليدات ديالهم في اللاج ديال ولدي الصراحه كيتمشاو ليهم وليداتهم. انا فاش زعما هكذا ما تمشاش لي والله العظيم الا مخلوعه البنات، ما عرفتش الصراحه شنو ندير. كاينين بزاف ديال العيالات كلها شنو كتقول لي شي كتقول لي دهني هكذا من الليل بقيت دهنيه بالزيت ونوضي لغد لي دوشي ليه، وحده قالت لي ديه للحمام باش يخففوا عليه عظامو. ما عرفتش الصراحه. انا يا ولدي سبق لي سنينات هذاك الشيء باش ما تمشاش ليا لدابا الحمد لله. انا شوف انا صراحه من واحد الناحيه مخلوعه، واني كنقول كل حاجه كتجيب الوقيته ديالها. نهار هادي بغي الله سبحانه وتعالى انه يوقف على رجيلاته ويتمشى راه هادي يتمشى. اما دابا الحمد لله ملي بدا كيوقف ليا على السداري بعدا، انا راحت ولدي ما حباش ليا بكري كاع نهائيا. فواحد الوقيته كنت كنقول ما هادي شي حبه حتى هادي يوقف على رجليه ديريكت. ولكن البنات مؤخرا عاد ولا كيحبوا ليا، دابا ولا كيوقف ليا على السداري، ولكن باش يتمشى مازال ما كيتمشاش. المهم البنات الكوزينه حتى هي راه كانت عندي نقيه، راه ما كايناش عندي هاد النهار حتى شي تماره صراحه، حيت قلت غادي نسالي هاد الشقه الخفيف بحال هكذا، وغادي نمشي خصني نضربها بواحد التحميمه حيت الصراحه محتاجه ليها. عييت دوزت واحد التماره ديال بصح صراحه نقيت الدار كامله، يعني كل شي ركاني سيقتهم، البيوت كامل سيقتهم، هاد البيت ديالي حتى هو البنات سيقته كامل. يعني ضربت واحد التماره واحد 3 ايام كانت عندي ديال الشقه نيت ديال بصح. داكشي باش قلت دابا اختي الله يجعل البركه نرتاح دابا، غير الا كندوز شي شطابه هكذا خفيفه على الدار صافي، وكنمسح شي غبره وصافي. اما الكوزينه عندي نقيه، البيت ديالي نقي، المراح نقي صافي. الحاجه المشكله اللي لقيت انه البلاصه فين حطيت البلاكار هذيك البلاصه تحت الدروج، وانا كنحل الباب ديال السطح اللي كيهبط ليا الغبره، كتهبط ليا الغبره بزاف. وبالخصوص هذه انا محرك البرد والعجاج، عاد البنات كل نهار تقريبا كنمسح داك البلاكار. هذه هي الحاجه الصراحه اللي جاتني مكرفيصه. زيد على هذا الزربيه يا اختي، ما نقولش لكم على التكرفيصه ديال الزربيه البنات في الباج اكبر غلط ممكن ديريه صراحه، حيت اختي كتجمع الوسخ ديال الدنيا والدين. انا عندي ديال بيت النعاس في الباج، واني الصراحه ديال بيت النعاس ما كيتكرفسوش ليا بزاف، حيت انايا ماشي بحال المرح راه كتكوني غاديه غير الكوزينه خاصك توطي ضروري على الزربيه ديال المرح، تبداي هابطه لتحت ضروري توطي عليها. داك الشيء باش كتطلع ليا الوسخ ديال الدنيا والدين. وبالخصوص هكذا ولدي اللي هكذا كيحبى كيمشي لشي بلاصه وكيجمع الوسخ في رجليه وكيوطى ليا صافي، كيبقاو رجيلاته هكذا كمصورين. المهم البنات كيف ما شفتوني الكوزينه كيف ما قلت لكم راه نقيه. عندي شي معينات باغا نحكهم بالجيكس، يوميا كنعكز عليهم، يوميا كنقول لا خلي بلاتي لا حتى الغدا لا حتى هذا. اما الكوزينه عندي كتشعل واحد الكاسرونه الصراحه اللي باغا نحكها، راه شفتوها نتوما اللي تشوفوها البنات، خليتها تما. كنقول دابا نمشي نجيب الشيكس ونحكها، لا صافي حتى الغدا ولا حتى العشيه حتى صافي راه باقا كتسمع فيكم لدابا. ما فيا اختي اللي قرب ليا صراحه. انا اكثر حاجه ما كنحملش هي الحكان ديال الشيكس، ما كنحملوش البنات نهائيا. المهم كيف ما قلت لكم الكوزينه نقيه حتى هي دوزت عليها غير الشطابه، حيت اختي يلاه دوزت الشيفون البارح بالليل. المهم الشطابه خفيفه صافي وراه نقيه كيف ما كتشوفوا. الكوزينه راه تبارك الله عندي راه كتشعل الله يبارك. بالنسبه للالومنيوم البنات انا راه كنرشو بالخل ديال بيم صراحه، راه داك الخل ديال بيم راه واعر البنات. الا لقيتوه راه كاين دابا دخلوه حتى في الصحراء كيبيعوه صحاب المواد ديال التنظيف، راه كيبيعوه. عرفتي راه ما شاء الله البنات راه كيخلي واحد اللمعه في داك الالومنيوم، راه ما يمكنش والله العظيم الا كيرجع نقي. حتى راكم عارفين هكذا بالتعلق ديال الطياب ولا بالايدين كيبقاو الايدين هكذاك مصورين. غير تاخذوا الخل ديال بيم هذه تهناو. كيف ما قلت لكم البنات شوفوا اختي شنو درت فوق الزربيه، حيت اختي قهراتني ما يمكنش. جبت اختي هاد الزربيه هكذا رقيقه وخفيفه، فرشتها اختي من الفوق. هذه بعدا تصبنات سهل اذا توسخات سهله في التصبين ديالها، ما غاديش نضرب فيها شي تماره كبيره، ماشي بحال اختي هذيك الباجره ما يمكنش راه كرفصاتي ما وليت كاع النهار وانا كندور بالحلفه ديالي كاع النهار اختي وانا كنحك فيها. هو بزاف عليا عييت صراحه، راه خليتها ودرت من فوق اختي هذيك الزربيه حتى الا توسخات ليا. هذه نطلعوها نضربها دغيا ونهبطها في نهار هانيت تنشف دغيا، حيت رقيقه البنات ما غليظاش، ماشي هادو من دوك الماركات الاولين الغلا. هذه الماركه الاولى غير ماشي زعما دوك غليظه، التماره ديالها ماشي هي اختي التماره ديال ديك الزربيه، حيت اختي ديك الزربيه هذه تكرفص ليا بمعنى الكلمه، حتى بقوه الرجلين البنات راه كتهبط. هذا الشيء انا هذا هما بصراحه السلبيات ديال الزربيه في الباج. والزربيه يكون الفوق ديالها حرير،
دغيا اختي كتهبط. المهم كيف ما قلت لكم هذا البلاكار هذا راه حتى هو مسحته اختي، عاد مت كنصور حيت اختي راه لقيته بالغبره ما يمكنش، عرفتي راه عامر بالغبره، راه يوميا اختي هذا الشيء هذا يكون عندي انني نبقى نمسح. وبالخصوص البيض عرفتي راه كتكون فوق منه شي حاجه، راه كتبان اختي ديك الحموريه ديال التراب راه باينه، ما يمكنش اختي ما تبانش. المهم البنات لقيتوني صافي ساليت في العشيه، خرجت انا وماما، كنت اختي ضروري خاصني نمشي نتصور حيت اخر من يعلم ان لاكارت ديالي اختي تسالات. عاد اختي ضرباتني الفيقه ما فراسيش صافي، وقلت اختي غادي نمشي نتصور باش نمشي نجمع الوثائق اللي خاصيني. ايوا اختي كانوا خاصين لي الصراحه شي تصاور، كانوا عندي الصراحه تصاور في الدار غير ما قبلوهمش ليا، ما عرفتش علاش. هذوك اللي كيكون الجناب ديالهم بيضين ما كيقبلوهمش في لاكارت ناسيونال، طلبوا لي هذوك اللي كيكونوا جنابهم زرقين. داكشي باش قلت تابعيني اللهم اختي نمشي نتصور ونمشي غدا ان شاء الله في الصباح ندفع شو ولدي نمشي ندفع شهاده ديال السكنه ونصايب ديك حسن السيره باش نمشي ان شاء الله نصايب لاكارت ناسيونال نجددها، حيت اختي التبيريمات ما كنتش عارفه، والله ما كنت عارفه البنات. حتى فجاه جيت كنشوف لاكارت لقيتها مساليه ليا تقريبا جايه 15 يوم هذه، انا ما رديتش البال. المهم البنات مشيت دفعت اختي داكشي اللي كان خاصني، صايبت لاكارت وجيت كلشي الوثائق باش غادي نوض غدا ان شاء الله في الصباح بكري باش نمشي نصايب شهاده ديال السكنه ونصايب نمشي ندفع عاوتاني عند البوليس حسن السيره. صافي البنات هذا ما كان. حتى لهنا غادي يكون وصلت لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي. المهم اختي غير اهم حاجه انني ما نبقاش نغبر عليكم، حيت اختي فاش كنعكز فاش كتشدني ديك الحاله كنغبر صافي، كنغبر غبره وحده ما كنبقاش صافي كتبقاش عندي ديك الرغبه باش نصور. اما فاش كتجيني ديك الطاقه الايجابيه راه كتجيني دقه واحده، فاش كتمشي في ساعه واحده. المهم البنات نتمنى يعجبكم الفيديوهات اللي كنحط لكم، شكرا على التعليق ديالكم الزوينه بخصوص هكذا الدار والفراش. سولتوني البنات منين خديتي هذه منين شريتي هذه، المهم حاولت انا نجاوبكم في الفيديوهات، نجاوبكم على كل شيء. منين خديت البلاكار ما قلت لكمش حقا منين خديت، سمحوا لي. بالنسبه للبلاكار البنات خديته من عند واحد السيد كاين في دوك الزناقه ديال السويقه، ما عرفتش اختي واش نوصف لكم مزيان. المهم هو راه سميتو عزيز. المهم اللي سولتو عليه في السويقه كيدير هادشي ديال ام دي اف، كيدير هادشي ديال البلاكارات. ماشي هو اللي خديت من عنده الصراحه، بيت الناس ديالي راه خديتو من بلاصه اخرى، وهنا خديتو من بيت الناس ديالي، خديتو من شارع جديد. والبلاكار خديتو من السويقه من عند واحد السيد تيدير تما داكشي حتى هو ديال ام دي اف. بالنسبه للمرايه خديتها عند الحاج اللي في السويقه. الحاج راه معروف واحد الراجل كبير في العمر كيجيب داكشي ديال الديكورات وكيجيب هادشي ديال المرايات، هادشي السلعه التركيه كيجيب داكشي صراحه زوين. هو اللي خديت من عنده المرايه. وبلاكار خديتو كيف ما قلت لكم عند واحد السيد سميتو عزيز كاين في السويقه، سولو غير على عزيز راه يقدر يديوكم الناس حتى المحل ديالو. بالنسبه للبونجات اللي كيسولوني البونجات انا البنات البونجات اختاريتهم على الارض، ما بغيتش ندير السدادر. علاش؟ حيت اختي السدادر فيهم التكرفيس، الا بغيت غير نهزهم غيجوني ثقال، وانا راكم عارفين مع الفتيح ما كنقدرش الصراحه نهز الثقل. بونجات كيجوني عمليين وخفافين. بالنسبه للعلو ديال البونجات هادو اختي العلو ديالهم ديال 30 سنتيم، ماشي ديال 24 ولا ديال 20. ديال 24 هما اللي خاصهم ضروري السدادر، هما ديال 20. اما هادو راه ديال 30 سنتيم تقريبا، راه العلو ديالهم راه مزيان. باقي ان شاء الله يسر الله ان شاء الله. بقات لي الطبل فقط، الطبله اختي هي اللي بقات لي ان شاء الله، باقي غادي ناخذها مع الوقت ان شاء الله شويه بشويه. مو حاليا انا حتى اصلا ما كناكلش هنا، الزربيه درتها غير على حساب هكذا الوسخ. راكم عارفين ولدي دابا كيحبو ولا كيمشي لشي بلاصه ويورك برجليه ولا روينه ولا ما كتعرفي يهز ليا دانون يهز ليا شي حاجه يبغي. راكم عارفين هكذا الوليدات الصغار كيكونوا في هذا اللاج هذا كيكونوا شويه حركيين. هذاك الشيء باش اضطريت انني باش ندير الزربيه هنايا، ندير فوق من هاد الزربيه هكذا خفيفه وسهله في الصابون. ما بغيتش الصراحه ما بغيتش نخلي الزربيه هكذا ما حيدتهاش راه باقه، ما بغيتش نخليها بحال هكذاك. راكم عارفين الباج كيهز، ما نقولش لكم شحال ديال الوسخ شحال ديال التماره. كنت اختي انا النهار كامل غادي نبقى تابعاها هازه. مره كندير اسبيروكس قلتوا لي لا ما تبقاش تحكي بالزرابي راه كيبهتهم. داك الشيء اختي اللي درت ما بقيتش، وليت غير الحلفه تيد كاع النهار وانا تابعاها. واختي راه عييت الصراحه ما نكذبش عليكم. هذاك الشيء باش قلت اللهم نفرج فوق منها موكيت هكذا زريبيه رقيقه سهله في الصابون. المهم البنات نتمنى
الا عجبكم اختي الفيديو ديالي ما تنساونيش من اللايكات والدعم ديالكم، التعليق ديالكم الزوينه. شكرا لكم من القلب واللي خدتكم عليا، ونتلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديد.